مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. النهاردة عملت فطير مورق كمان محشي بالمربى والمكسرات. عايزة اقول لكم خفيف جدا كمان بدون فرد بدون عجن خالص، يعني بالجلاش. وعايزة اقول لكم الطبقات مورقة قوي، بصوا واللون تحفة وخفيفة جدا جدا. ممكن تعمليه بالمكسرات زيي وممكن بالسكر، يعني الحشوة اللي انت عايزاها خالص. تمام، ممكن كمان ببطاطس، ممكن تحشي لحمة مفرومة، ممكن تحشي اي حشوة عندك، ولكن انا عاملاه بالمكسرات. بصوا خفيف جدا وطعمه حلو جدا بجد بجد. بصوا ما قعدش خالص بصراحة، خلص خالص، خلص بسرعة. عفوا صوتي تعبني جدا. بصوا الفيديو بيتحدث عن نفسه. صراحة الفيديو ده عندي من بدري، بس انا عشان صوتي مش عارفة ايه اللي جرالي فيه، فمش عارفة يعني متأخرة خالص في الفيديو، بس قلت خلاص بقى همنتجه معاكم. بصوا هنا طبعا هناخد الفطيرة هتاخد معانا 3 ورقات من الجلاش. تمام، في كل ورقة بندهن دهنة زيت أو سمنة أو زبدة الموجودة عندك واللي انت تحبيه. تمام كده، حطيت الرق التاني، هحط الرق التالت برضو وادهن. يبقى كده 3 ورقات فوق بعض وكل ورقة مدهونة. تمام، هنا عندك مربى، عايزة تحطي عسل، عايزة ترشي سكر ومكسرات براحتك خالص، عايزة لحمة مفرومة، اي حشوة هتمشي في الوصفة دي. طبعا انا حطيت مربى وحطيت آه، فول سوداني مكسر كده، ممكن فستق، ممكن لوز، ممكن بندق. وحطيت طبعا رشة جوز هند كده وزبيب. بصوا بتجيبي مثلث كده، مثلثين قصاد بعض، وبرضو بندهن دهنة زيت خفيفة جدا من الزيت. اهم حاجة تطبقيه زي ظرف كده مربع. على فكرة هيتعمل فوق البوتاجاز، يعني مش هتكملي 10 دقايق بالظبط وتكوني مخلصة أحلى حلويات لولادك. طبعا برضو بصوا، أول ورقة بدهنها دهنة بسيطة، وزي ما قلنا ممكن زبدة، ممكن سمنة، ممكن أي مادة دهنية انت بتحبيها، بس أنا عملته بالزيت عشان أنا عايزاه خفيف. في كل رق برضو أدي كده 3 ورقة. على فكرة الجلاش ده اللفة دي من السوبر ماركت، يعني بصوا بجد جميلة قوي، يعني مش لازم ان هو جلاش طازة وفريش، انا جايباه من السوبر ماركت اللي هو مجمع. دهنت برضو مربى، عايزة اقول لكم لو مربى مشمش هتبقى جميلة قوي، بس انا طبعا كان عندي مربى الفراولة فعادي كانت برضو جميلة، بس ولكن بمشمش هتبقى حلوة. كمان ممكن حلاوة طحينية تحشيها. بصوا الحشوة دي بتاعتك انت، اي حشوة انت بتحبي تاكليها هتحشيها. عايزة اقول لك خفيفة جدا وجميلة قوي قوي. بصوا في كل رق كده عشان طبعا تديك التوريقة والهشة والخفاف، تبقى خفيفة. اهم حاجة ندهن دهنة بسيطة خالص. طبعا زي كده، وهخلص بقى ومن فوق البوتاجاز هنحمرها. طبعا اديني بعمل التالتة معاكم. تالت فطيرة بقى، زي ما قلنا الفطيرة بتاخد 3 ورقات من الجلاش، في كل ورقة بندهن دهنة زيت. تمام كده. عايزة اقول لكم برضو عملت اليوم ده اللي هو بالسكر، طلع كمان جميل وتحفة جدا. ممكن لو عايزاه صحي اكتر بتحطي دهنة عسل بسيطة، عسل ابيض، وبتحطي المكسرات بتاعتك من فوق، تبقى صحية خالص. طبعا بتطبقي التطبيقة اللي انت بتحبيها طبعا، بس لازم يكون كده ظرف مربع وتقفليه كويس جدا، اهم حاجة في التطبيقة. تمام كده.
انا حبيت ان انا اعمل بالمربى بصراحة عشان طلع جميل قوي. وكمان عملت بالسكر فطلع برضو فظيع. هنجيب المثلث ده قصاد بعض ودهنة زيت برضو زي ما قلنا. تمام كده، ولازم تدهنيه بعد ما تخلصي برضو دهنة زيت. عايزة اقول لكم من جمالها عملت لفتين من الجلاش بجد واتاكلوا في وقتها. كمان عاملة الفيش الصعيدي، هنزله لكم على الصفحة، وهنزله برضو على اليوتيوب يبقوا اتفرجوا عليه. عاملة الفيش الصعيدي بالظبط، عاملاه بالمكنة وعاملاه برضو على الإيد، يعني هيعجبكم خالص. كمان ناجح جدا جدا وهش قوي قوي. ونطبق كده كده. تمام كده خلاص، يلا بينا بقى على البوتاجاز. آخر واحدة كانت خلصت. دهنة زيت بسيطة وفي صينية ديفال كده، وهتدهنيها زيت بسيط خالص بالفرشة وعلى نار وسط، وهنزل بالفطيرة بتاعتي. على فكرة هي مش بتكمل بالظبط دقيقة، وبتكون خدت لون، بتكمل كام ثانية كمان. بصوا مرضتش افصل عشان اوريكم ازاي ان هي بتاخد لون بسرعة. هتشوفيها طبعا من تحت عشان متتحرقش، عشان الجلاش من الحاجات اللي هي مش بتحمل النار عالية وكده. اهم حاجة تكون النار واطية او وسط. تمام. تحركي كده في الفطيرة. بصوا ايه رأيكم؟ لون جميل قوي قوي بجد. عايزه اقول لكم مقرمش من بره وهش من جوه ومورق جدا من جوه، وخفيفه جدا جدا، طعمها جميل قوي قوي ورائع جدا. كمان سهل وسريع جدا، وعجبني ان هو سهل. يعني انت في اي وقت كده عايزه تاكلي حاجه حلوه، بتطلعيه من الفريزر يا دوب نص ساعه يفك، وبعد كده بتكوني مجهزه كل حاجتك المكسرات وكل حاجه. عايزه اقول لك كمانك لو بعد ما تخرجيه كده رش عليه شويه حليب. بس انا طبعا ولادي مش بيحبوا الحليب ولا انا، فانا ما رشيتش حليب. بس عايزه اقول لك ممكن ان انت اول ما تخرجيه كده رشي حليب. بس هو من غير حليب بصوا برضو كان تحفه جدا، ومورق ومقرمش من بره، والطبقة الخارجية تحفة جدا جدا. إن عجبكم الفيديو بصوا، الحشوة بتتكلم عن نفسها، جميلة قوي قوي، كمان لازقة خالص. إن عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي مشتركش في قناة أم كرس يشترك. عاملين لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. بصوا أنا بقسم، إيه رأيكم؟ بجد تحفة جدا جدا، حاجة سهلة ومخدناش وقت خالص. كمان زي ما قلنا لو في حلاوة طحينية هتبقى أجمل وأحلى كمان. ايه رأيكم؟ بجد تحفة تحفة جدا. جربوها هيعجبكم جدا، سهل جدا، وكمان مش مكلف وسريع خالص. بصوا كمان شيك لما انا قطعته كده، قطعته قطع، بجد شيك جدا جدا جدا. بصوا